جهة تمتد من تقريبا عمق الصحراء الشرقية إلى حدود الظاهر، إلى تقريبا الحدود مع صحراء دوز، وبالتالي والصحراء والجبل. احنا هنا ثم البحر معناها بعيد علينا معناها للأسف، ولكن عندنا البحيرات الجبلية هنا، وبنخداش معروفة بتضاريسها الوعرة بجبالها الشامخة وجبالها العالية، وهي معناها إحدى القرى الجبلية اللي على تخوم سلسلة الظهرية التونسية. هذه بوفا لمشتقات التين ببني خداش، بي اف بوفا. أنا ديرايفس في بني خداش، وحدة لتحويل وتعليب المنتوجات الفلاحية هذه البيولوجيه، وهي توا في المباشر واللي فيها الجناح المميز هذايا باش تحكي لنا شويه على هذايا. راهو برشا احنا اصدقائي كنت في القطر الجزائري الشقيق معناها برشا كي نحكي لهم انا على الغربوز معناها يقول لك شنو الغربوز، وهذا توا باش نوريوه اليوم لعدد من الاصدقاء والصديقات اللي تابعوا فينا من بعض ولايات الجمهوريه اللي ما يعرفوش هذايا الغربوز. هذايا الغربوز هو التين المجفف اللي يتسمى في عدد من الجهات الشريحه، يقولوا له شريحه معناها ما يسموهش الغربوز الا في جهتنا احنا الجنوب التونسي هذا يسموه باسمه الصحيح اللي هو الغربوز، في جهات اخرى يسموها شريحه. اذا هذه الماده اللي تقريبا الاساسيه ل هل المنتوج اللي نشوفه فيها امامنا تو. هاو امامنا معجون توت دبس، هذا الدبس هو نسموها احنا الرب هكايا، ما هو هكا مدام فتحيه. منتوجات الكرموس. مرحبا بكم فتحيه بوزيدي. مرحبا بكم فتحيه بوزيدي، صاحبه مشروع تثمين وتحويل منتوجات الفلاحيه بني خداش. انت معروفه حتى على الليشال ناسيونال معناها ما شاء الله. هاي فهمت. المشروع هذا جي في فتره ان هي فما فتره جفاف شوي. هاي صحيح. حاولت نستغل برشا منتوجات فلاحيه في المنطقه اللي منها التوت توا قاعد نستغل. هاي توا نعرفوا ان موسم التوت تو. هاي اللي هي كرمه معناتها هي من التوت من الكروم. هاي مثلا المعجون ظاهر حتى الزريعه بتاعها ظاهر كأن اي بالضبط يمشي في بالك كرموس. هاي هذا يقولوا قاعده نستثمر في شجره التين الكرموس اللي هي هذه شوفوا فيها هكايا مجسده بها المجسم هذايا اللي معناها يغني عن كل تعليق. هذايا شجره التين، وهذه حبه التين هكا محلاها معناها بالخيط. هذه هكا هاي وكأنها حبه تين، هذه الافتراضيه، وهذه حبه التين الواقعيه. هاي هذه حبة التين المجفف اللي ولت هكا بلغتنا نحن ولت غربوزة هكا معناها الصحيحة. مشتقات التين اللي هي الدبس الرب هذا بتاع الغربوز. هاي عندنا المعجون بتاع الغربوز. هذا مزوز راه مختلفين للناس اللي تعرف معناها. هاي معجون التون شيء والتين شيء ورب التين شيء. هاي الرب نذكروا فتحية راهو علاج لي شنية رب التين هذا فقر الدم، نقص الحديد، بواسير زاد برشا يشربوا. هاي يقولوا حتى للبلغم هو ثم يقولوا حتى للبلغم. هاي فهمت. والامراض الصدريه زاد. هاي فهمت اكيد خاطر هو حار شويه. هاي والتين لا تحصى ولا تعد المنافع طبعا. هاي ما في شك هي شجره مباركه. هاي وقاعدين نحاولوا من الشجر هذه ما نخلوهاش تنقرض خاطر في المنطقه نتشت ياسر. صحيح الجفاف هو اثر عليها بشكل كبير ياسر. ونذكروا فتحيه وانه بالخداش هي تقريبا الجهه الاولى والوحيده في تونس المشهوره بانتاج التين الجبلي هذايا معروف البيولوجي. هاي نعرفوا زي حتى جهه توجان وجهات معناها تخيل التوجان وفيهم زاد حتى اي بالضبط. اي بيوضي. اي بالضبط. اي الرقابي برشا معناها عدد كبير زاد حتى هو زاد ما يختلفش على التمر تقريبا فيه اكثر من 30 نوع التين هذا اللي ما يعرفهاش معناها اصناف متعدده ما نخداش ومشهورين بها ونحاولوا نثمنوها ونحافظوا عليها معناها. اي وفي نظرك انت ومن خلال تجربتك مدام فتحيه ترى انه ثم اقبال على ثم اقبال ثم اكيد ترجع حتى الصغار تو قاعدين معناتها يغرسوا انهم لازم ياكل المعجون، لازم ياكل غربوز الصباح. صحيح. هاي خاطر لتنميه ذاكره الطفل. صحيح هذه نعرفوها معناها. هاي بالبسيسه نعرفوها.
وحاجه نفرحوا برشا ان احنا معناتها قاعدين نخدموا بمنتوجات. راهو يلزم يا مدام فتحيه، يلزم الناس تو يسمعوا لنا. احيانا راهم يستهزئوا بمعطيات نعطوهم احنا هكايا على الهامش فيستهزئوا بهم. كي نقولوا احنا راهو لتنميه ذكاء الطفل يلزمنا نعرفوا مدام فتحيه وانه في بن خداش ثم اكثر من 1000 طفل حافظ للقران الكريم. معناه وهذا راهو ان يدل على شيء، فانه يدل على انه كانوا ذكاء الطفل في مدينه بن خداش، في جهه بن خداش، خلينا نقولوا ديما نذكر انا في جهه بن خداش، لانه التغذيه السليمه بتاعه معناها متاتيه اساسا من التين ومنتجات التين، فذكاؤه مفرط، وبالتالي معناها حتى ذاكرته معناها تشد الاشياء وتشد الحفيظه معناها اكثر من تلميذ المدينه للاسف، وطفل المدينه اللي ياكل في ماكولات اخرى معناها مصنعه معناها ومعلبه معناها واحد كذا. وهذاك علاش احنا توا نشوفوا عدد حفظه القران اغلبهم من بن خداش ما شاء الله، على خاطر يحفظوا فيسع باعتبار الذكاء بتاعهم المفرط. وهذا راهو نتيجه هذه الاشياء اللي كنا نثمنوا فيها تو وكنت تحكي فيها برشا متخرجين وفي مناصب عليا من بن خداش. اي فعلا، اي فعلا، اي عندنا رموز كبار من مدينه بن خداش، فهمت؟ حاولنا باقي نعملوا فضلا على هذما عندكم زاد تقدير الزهور هذه زاد عندهم منافع غشيه شيح، شجره معناتها اللي هي متميزه بها بن خداش، جبالها وزعتر وكليل نخدموا في الصيف طماطم مجفف فيها بزيت زيتونه اللي هي معناتها تغنيك على الطماطم المعلبه. اي فعلا، اي ما تعرفش عليها. اي صحيح. عندنا العسل، هذا عسل الكلاتوس. تو نعرفوا كونه جايين زاد على موسم الصيف زاد هو نوار الكلاتوس، هذول معناها باش ينطلق زاد موسم عسل الكلاتوس. ثم هذا معجون البرتقال، معجون الكرموس كنا نحكوا عليه توا، دبس التمر، وهذه مختلف المنتوجات اللي القهوه التمر هذه منافع. هذه حاجه جديده. برشا يشرب فيها من غير كافيين، من غير مفوز. قهوة نواة التمر. هاي معقول، هذه حاجة بيولوجية. جت فترة والقهوة معناتها انقطعت، كي جت الفترة هيك حولت ثاني من هذا منتوجك انت، هذا منتوجك انت ما شاء الله. والتمر معناتها فيها فوائد برشا على البدن، على اللي عنده سكر مثلا نجم يستعملها، عندها فوائد. مثلا عندنا الرمان، عندنا المنتوجات الفلاحيه الكل في السيزون تاعها، الغله الكل معناها انتم قاعدين تخدموا فيها. فيها معجون الدبس بتاع الرمان وفعليا ما شاء الله. ما شاء الله. هذه نشوفوا زاد حاجه اخرى زاد تزلة، هذه تزلة ما شاء الله. بلاش حاجه جديده، بلاش سوفيد نحاولوا معناها بالضبط احسن. احسن باش يتنحى الهواء دونك يشوفوها بلاش سوفيد ما يعجبوش ياسر نحاولوا هذا معناها اللي تحت الضغط معناها، واللي بالضغط الهوائي معناها هذا تحت الضغط. نشوفوا فيها هكايا، هذه آلات معناها تعلبوا هكا كما نشوفوا التزلة هنا، وكيف نشوفوا زاد نوع معناها من التين هذايا زاد المجفف اللي مضافت له معناها مادة الزيت، هذايا زيت الزيتون اكيد. زيت الزيتون. هذا دواء زاد علاج لكل الامراض، خاصه الامراض الموسميه، الامراض الشتويه هذيك، الزكام معناها والانفلونزا والحاجات هذما. قاعدين نطرحوا للتصدير، الواحد معناتها منتوج ما يقعدش مقتصر على المنطقه، نعرفوا المنطقه معناتها نشروا ونستهلكوا، اما نطرحوا باش نخرجوا منتوجنا لبرا، ينعرف في البرا، ينعرف في برشا بلايص اللي هي معناها ان شاء الله قاعده سلعتها توصل لتونس. واحنا من الغالب للاسف احنا ماناش قاعدين لو نروجوا ونكتسحوا في الاسواق هذه. فتحيه بهالامل هذايا ان شاء الله، اللي ان شاء الله باش يجي يوم راهو باش يتحقق اكيد ان شاء الله يا ربي، يتحقق لكم انتم، وهذا راهو مكسب ليكم ومكسب للجهه ومكسب للبلاد، مكسب لتونس. معناها زاد كي نولوا نروجوا احنا في السلع هذه والمنتجات هذه اللي بفضلكم انتم شفناها هكا معناها، ووقع تطويرها معناها بالكيفيه هذه وبالشكل هذايا. شكرا ليك في اخر المداخله هذه معاك، ان شاء الله يا ربي موفقه
معناها في كل مشاريعك معناها القادمه ان شاء الله يا ربي. وكما اختمت مع اغلب المتدخلات معايا ان شاء الله عيد امهات مبروك عليك هاي هذا ما زاد هاي مثلا هاي اليوم هي فرصه راهو الوليدات اللي توا ممكن نهار خاطر مازال الدنيا سخونه شويه اكيد معناها في اخر المساء معناها باش يزوروكم هنا الوليدات معناها، وهذه دعوه زاد تو باش اللي يحب زاد يهدي لامه حويجه في هذه مناسبه زاد فرصه اليوم زاد يواكبوها الوليدات هذوما. تحياتنا ليك صديقك، ربي يوفقك ان شاء الله ويعيشك، بارك الله فيك على المداخله بتاعك هذه ان شاء الله يعيش.